أكل مطاعم بطريقة بسيطة واقتصادية جدا. البيتزا كبار وصغيرين بيحبوها. هحضر معاكم البيتزا بطريقة اقتصادية جدا بدون لحوم أو فراخ، وكمان هحضر معاكم العجينة بدون بيض، والعجينة ما شاء الله ناجحة جدا. اللي هيجربها بالطريقة دي إن شاء الله هيعتمدها. الطعم والنتيجة تحفة، مفيش أحلى من كده. العجينة مستوية وفي نفس الوقت رفيعة مش تخينة، تجنن. لو أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. أول حاجة هنحضرها الخميرة. هحتاج باكت واحد من الخميرة الفورية، وهضيف عليه معلقة واحدة من السكر ونص كوباية من المية الدافية. هقلبهم مع بعض كويس وهركنها على جنب. طبعا هغطيها وهركنها لحد ما تتفاعل. والطريقة دي حلوة جدا عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا هتدينا النتيجة المطلوبة. معايا كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول، ضفت عليه نص معلقة صغيرة من الملح وكمان معلقة واحدة من السكر. يعني هحتاج في العجينة معلقتين، معلقة مع الخميرة ومعلقة على الدقيق، وكمان نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب المواد الجافة مع بعض، وبعد كده هضيف 3 معالق كبار من الزيت. انا استعملت هنا زيت نباتي. المفروض ان البيتزا بتتعجن بزيت زيتون، بس لو مش بتحبوا طعم زيت الزيتون في المعجنات زي كده ضيفوا زيت نباتي. وكمان معلقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض. هنا ما شاء الله كانت الخميرة تفاعلت. هضيفها على العجين أو على الدقيق، وفي نفس الكوباية ضيف فيها لبن رايب. كان عندي لبن رايب دفيته. مهم جدا ان احنا نعجن بيه وهو دافي علشان يدينا نتيجة حلوة وما يموتش الخميرة. مش سخن قوي ومش بارد. وهبتدي اخد منه نص كوباية بنص كوباية وهضيفها على الدقيق على حسب ما احتاج، وهعجن. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فما نستعجلش ونضيف كمية كبيرة مرة واحدة. هنتفاجئ ان احنا هنحتاج دقيق كمان. هعجن البيتزا او عجينة البيتزا ما يقلش عن 10 دقايق لحد ما نوصل للنتيجة دي. طرية جدا وفي نفس الوقت مش بتلزق. دهنة زيت بسيطة كده في قاع الطبق، واضيف عليها العجينة وكمان دهنة زيت على الوش، وهغطيها وهركنها تتخمر. يعني في الجو ده تاخد تقريبا ساعة. وهحضر دلوقتي البيتزا. على ما تتخمر العجينة هحضر الصلصة بتاعت البيتزا، وهحضر كمان الخضار. معلقة زيت ضفت عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم. اول ما يتشوح كده ويبتدي ياخد لون بسيط هضيف عليه معلقة كبيرة من صلصة طماطم او معجون الطماطم. تقدروا تستغنوا عنها وتستخدموا عصير طماطم فريش بس. بابريكا، معلقة كبيرة من الزعتر المجفف. لو مش هتضيفوها في الصلصة تقدروا تضيفوها في العجين. وكمان فلفل اسود. تقليبة واحدة وهضيف كوباية كبيرة من عصير الطماطم الفريش من غير ما اصفيه. تقدروا تستعملوا الكمية كلها في الصلصة معجون طماطم او عصير طماطم بس زي ما تحبوا. وطبعا ضفت الملح وغطيها لحد ما تتسبك وقوامها يتقل معايا اهو. مهم جدا ان هي تتقل كويس، ما يبقاش فيها ميه زياده علشان ما تبوش العجين. هنا ما شاء الله كانت العجينه اتخمرت كويس جدا. هقسمها على 3. الكيلو دقيق هيعمل معايا 3 بيتزات حجم كبير. يعني مقاس الصينيه تقريبا 36. مقاس الصينيه الواحده يعني هتعمل معايا 3 وحدات من مقاس صينيه 36. هجيب الصينيه دلوقتي وهبتدي ابطنها بالزيت. معلقه من الزيت وهوزعها كويس جدا في الصينيه بالفرشه. وقبل ما ابتدي توزيع البيتزات في الصواني سخنت الفرن على اعلى درجه حراره فيه. البيتزا والمعجنات بتحتاج درجه حراره عاليه جدا. هجيب اول جزء من العجين وهبتدي افرده على قد مقاس الصينيه بالظبط. بعد كده هلفه على نفسه على النشابه وهفرده في الصينيه. متقلقوش مش هتلزق ولا اي حاجه. اهو العجينه ما شاء الله ما لزقتش، محتاجتش ان احنا كمان ندهن تحتها على الرخامه او على المفرش زيت. ما شاء الله ناجحه جدا. هوزعها في الصينيه. ولو لاحظتوا ان هي بتكش شويه مفيش مشكله، بتتكش شويه جوه الصينيه فعادي. لما هترتاح وهنوزعها تاني بايدينا هتتفرد معانا، مفيش مشكله. بعد ما وزعت العجين في الصواني مهم جدا ان احنا نغزه بالشوكه كده من كل مكان علشان ما يعلاش زياده في الفرن ونتيجته متبقاش حلوه.
هجيب دلوقتي الصلصة ومعلقتين كده على كل بيتزاية وهوزعها بالفرشة لحد ما اغطي بيها سطح البيتزا كله او سطح العجين. وهوزع شوية من الفلفل الاخضر. انا استعملت هنا ابسط حاجة، فلفل اخضر بارد وكمان طماطم. لو حابين بصل تقدروا تضيفوا شرايح رفيعة من البصل. وكمان عندي زيتون شرايح هوزعه على الوش، مش اكتر من كده. حابين بقى تضيفوا مشروم، حابين تضيفوا فلفل الوان، المتوفر عندكم استخدموه. انا بحاول اعملها بطريقة اقتصادية جدا وبسيطة اي حد يقدر يعملها. بعد ما هوزع الخضار على البيتزا هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة على حسب الفرن عندك، ولو في مروحة يبقى حلو جدا، مش هتاخد وقت وكمان هتكون ناجحة. مفيش احلى من كده، تمشي فطار تمشي فطار وتمشي غدا وعشاء. بعد ما تطلع من الفرن بطلعها بعد ما تاخد لون من تحت اهو زي كده، وهضيف على الوش الجبنة. لو ضفنا الجبنة على الوش قبل ما تدخل الفرن هتاخد مننا جبنة كتير، فانا هنا هستخدم جبنة يعني كميتها مش كبيرة وهضيفها على الوش. عندنا طبعا في السوبر ماركت انواع كتير واسعار كتير مختلفة للجبنة، تقدروا تستخدموا النوع اللي تحبوه. وهدخلها الفرن، اول ما تسيح الجبنة زي كده بطلعها كده، بقت جاهزة معايا. شايفين طراوة، اخد لون من تحت، مستوية ورفيعة مش تخينة، حجمها ما زادش معانا قوي علشان العجينة بتاعتنا مظبوطة. مفيش احلى من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا البيتزا بنفس الطريقة بتاعتي، ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة للصفحة واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.